كابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر. ازاي مش عارف تسيطر على نسوانك وانت بتسيطر وبتدرب منتخب كامل؟ اللي حصل ده اهانة في حقك وانت مزودها. وعايزه اقول لك على حاجه، بصرف النظر انت بتحب مين اكتر في زوجاتك، بس اللي بيحصل ده مهازل. سلمت دقنك لعيله من دور ولادك بتمشيك على هواها، خدتك الساحل الشمالي عشان تحتفل معاك بعيد ميلادك، جابت عمر كمال عشان يعمل لها اغنيه. قال لك كلام حطوه زي الحلق في الودان، حسام حسن ملوش غير دان. بأي حق؟ بأي حق؟ انت كده بتجرح في ولادك، كده بتهين مراتك اللي بقالك 32 سنة معاها. ازاي مالكش الا ده؟ مالكش تاريخ مع ولادك اللي كبروا وبقوا شباب وعرايس؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وازاي بتسمح لعيلة من دور ولادك تعمل القرف اللي هي بتعمله ده؟ مش من حقها. وعادي جدا لما مراتك القديمة او مراتك الأولى تحتفل معاك بعيد ميلادك وانت اللي عازمها وانت اللي داعي ولادك للحفلة. طبعا حاجات كتير قوي كانت مستفزة من من دان، الزوجة التانية اللي قد عيالك. طبعا طبيعي يحصل منها كده لأن تصرفات عيال، لأنها من دور ولادك. بتشرد نفسك ليه مع عيلة ما بتعرفش تحكم عليها ليه؟ تمام، عملت عيد ميلاد في الساحل عشان انت كابتن حسام حسن، كبير سن وكبير مقام، راجل عندك 60 سنة، بتحتفل بعيد ميلادك ال60 ومش عارف تسيطر على عيلة صغيرة. وعلى فكرة، كل اللي كانت بتعمله وقت الحفلة كان كله غيظ في مراتك الأولى. اركب مراتك الأولى على جنب وخليك في ولادك. ولادك يهون عليهم يحصل معاهم ده، وبتلوم إن هم مسكوا فيها أو هي مسكت فيهم. ما هم لو عارفين اللي فيه حزم وفيه سيطرة عمرهم ما هيقدروا يعملوا كده. أغمى عليك لما الاتنين النسوان اللي انت متجوزته فضحوك وشرشحوا بعض وضربوا بعض، ولما منتخب مصر كله خسر ما وقعتش من طولك. هي النسوان جبارة كده عندك يا حسام، يا عميد، يا كابتن؟ بصراحة الموضوع وحش قوي في حقك ومش متعاطفين معاك خالص. والمفروض تمنع أي حاجة خاصة بأسرار بيتك على السوشيال ميديا. كل البيوت مقفلة على بلاوي، كل البيوت فيها اللي مكفيها. مش معنى كده كل حاجة تبقى على الملأ. أنا قدام الكاميرا دلوقتي بتكلم عن موضوع، بس أنت ما تعرفش إيه اللي عندي في البيت. لازم يكون لك خصوصيات، وأنت راجل مش عادي. أنت عميد، مدير فني لمنتخب مصر كله، يعني أنت تاريخ مصر. ما ينفعش يحصل معاك كده ويحصل مع الناس اللي أنت متجوزها كده. وليه المحامي بتاع دان أوام أعلن حكم الطلاق على هويدا الغرباوي؟ ليه؟ هي هويدا الغرباوي دي غلطت لوحدها؟ حتى لو كانت غلطت، دي من ولادك الكبار وتاريخك. ولو عملوا حاجة من استفزازها طول الحفلة ده لازقة فيك. ده عاملة زي العيلة الصغيرة اللي خايفة أمها تسيبها وتمشي، ماسكة في ديلك. ودول لهم حق عليك، من حقهم يغيروا عليك، من حق مراتك تغير عليك. ولازم تعدل، ده ربنا اللي قال كده. طالما رجلك جابتك في جواز وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كان بناقص. ليه تشرد نفسك بعد تاريخك الطويل ده كله؟ ليه؟ مراتك دي لو بتحبك وانت مديها كل وقتك وعايش مع اولادك الصغيرين وسايب مراتك التانية وعيالها الكبار،
وعايشة في خيرك ومشهورة عشانك وكل حاجة، كانت احترمتك أقل حاجة. للأسف، للأسف مش متعاطفين معاك خالص، لإن أنت اللي وصّلت الأمور لكده. لو دان عارفة إن أنت هتاخد أمر قوي معاها، مش هتقدر تعمل كده، وده رَد فعل طبيعي أوي من زوجتك الأولى، لإن أنت من حقها برضه، مش من حق مراتك التانية تجيب مطرب وتخلّيه يعمل أغنية بكلمات تغيظ مراتك التانية. يعني إزاي أنت لها بس هي وعيالها، وعيالك التانيين، يا عميد هتحكم تاني المنتخب إزاي؟ هتدرّب المنتخب إزاي؟ هيحترموك إزاي؟ سايبة لكم الرَد.